مرحبا، يعطيكم ألف عافية. ورجعت لكم بعد غياب طويل بوصفة سهلة وسريعة. كيكة خليط الكيك الجاهز مع صلصة البودينج بنكهة الموز. كيكة كتير طيبة، بتمنى تدعموا الفيديو وترجعوا تتابعوني. بعد هالغياب بدي تفاعلكم لحتى اتشجع ونزل فيديوهات كتير حلوة. وصفتنا اليوم كتير سهلة، كيكة سهلة وسريعة واسفنجية من خليط الكيك الجاهز. شخصيا في كتير ناس بيسألوني انه شو بده اضافات، وفي ناس كتير عفوا ما بتعرف تعمله من خليط الكيك الجاهز. لهيك حبيت انزل فيديو سريع اشرح لكم فيه طريقة عمل خليط الكيك الجاهز. عندي هذا الخليط على فانيلا جبته. الإضافات اللي بيحتاجها هذا الخليط عبارة عن 3 بيضات كبار الحجم، تلت كوب زيت نباتي، كوب وربع ماء، فيكم تضيفوا حليب مثل ما أنا رح أعمل. طبعا كل خليط كيك مكتوب عليه الإضافات اللي بتحتاجها، قديش كمية البيض. يعني انتم ما تتقيدوا بهاي الوصفة، بتقرأوا التعليمات المكتوبة على خليط الكيك. حطيت البيض خفقته كتير منيح، ضفت له معلقة صغيرة من الفانيلا إضافة من عندي، لأنه أوقات خليط الكيك بيعطي زنخة ما بكون كمية الفانيلا فيه منيحة. بخفق كتير منيح، بتأكد إنه لون البيض صار مايل على البياض. بحط كوب وربع حليب، فيكن تضيفوا ماء وفيكن تضيفوا حليب. لحتى أعزز النكهة حطيت كوب وربع حليب وتلت كوب زيت نباتي. هلا برجع بخفق كتير منيح لحتى اتأكد انه الحليب والزيت امتزج مع بعض منيح. بعدين بجيب محتوى خليط الكيك وبحتاج لمنخل. ضروري انه ننخل البودرة المكونات الموجودة بالباكيت عنا على دفعات. انا ضفتن على 3 مراحل ونخلتن. كل مرة بنخل وبضيف، طبعا بس هاي هي المكونات، ما بحتاج عنا اي اضافات تانية. وبرجع بعيد كل باكيت من خليط الكيك بيكون مكتوب عليه الإضافات اللي بتحتاجها، يعني ما بصير نضيف من عنا، بتقرأوا التعليمات وبتضيفوها. وأغلبية الأنواع الموجودة بالسوق يعني بتطلب نفس المقادير اللي أنا ذكرتها. بتأكد إنه اختفت كمية المكونات الدفعة الأولى، بضيف دفعة تانية، وهيك على 3 مراحل لحتى تنتهي كل الكمية. طبعا بهالأثناء أنا بكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180، وبجهز صينية الفرن كمان اللي بكون أنا دهنتها بشوية زيت وطحين. وهيك خلصت كل الكمية خليط الكيك، وهذا القالب اللي أنا بدي أحطه فيها. بحط الكمية ومثل ما قلت لكم الفرن شغال. راح حرك الصينية شوي، وراح أحرك باستعمال شوكة أو سكينة بهاي الطريقة لا يخرج عندي كل الهواء الزائد. وبدخل الكيكة على الفرن برف الوسط. بهالأثناء راح أعمل بودينج الموز. كمان مكتوب عليه المكونات أو الإضافات. عندي هون 600 ملي من الحليب السائل، بيطلعوا تقريبا كاستين حليب. بضيف ظرف البودينج، بحرك كتير منيح وبحطهم على النار. طبعا ما بيحتاج اي مجهود، اي اضافات، سهل وسريع ونكهته كتير طيبة. حبيت اني ابعد عن الكريمة والشوكولا، يكون شي جديد. طبعا على نار متوسطة مع التقليب المستمر لحتى يتقل عنا المزيج ويبلش بالغليان. بطفي النار واشوف الكيكة اذا استوت ولا لا. طبعا الكيكة استوت، حمرتها من الوش، كتير اسفنجية قد ما بتتخيلوا لو تشوفوا الطراوة. هلا الخليط البودينج هو ساخن والكيكة ساخنة. طبعا راح اضيف الخليط البودينج فوق الكيك الكمية كلها، بس عندي الصينية تعبت. وهلا راح اقطع الكيكة لحتى تتشرب كل البودينج وتصير طرية، وضفت باقي كمية البودينج. هلا برتب وش الكيك وبتركه لحتى يبرد تماما. طبعا هون في حدا مو مقاوم شكل الكيك واكل منه، يا ترى مين؟ مو مشكلة. هلا انا رح اغطي الطرف المأكول من الكيكة بقطع الموز، ورح ارتب شكلها وبتشوف كيف رح تطلع، انه ما تبين ابدا انه حدا اكل منها لو انتو حابين تضيفوها بالصينية للضيوف.
قطعت الموز، بما انه نكهة البودنج بالموز فحبيت ازين كمان بالموز واغطي الطرف المأكول منه. شوفوا بهاي الطريقة راح ارتب بكل سهولة. طبعا التزيين حسب ذوقكم واختياركم. انا لولا التصوير يعني كنا اكلناها مع التزيين بالموز وخلص، ما اهتميت يعني بالمكان المأكول. صحتين وعافية، كيك كتير طيبة واسفنجية، بتمنى تجربوها راح تدعولي ان شاء الله. طبعا من اسهل الكيكات والاسرع، والاهم انه كتير طيبة وكمان اقتصادية، يعني ما تستهينوا. الخليط الكيك الجاهز عن جد بينقذنا بالمواقف الصعبة. شوفوا الطراوة، شوفوا اللذاذة، بتمنى تجربوها. يا أهلا وسهلا فيكم، مع السلامة.